ماتش للتاريخ. الاهلي عمل اللي ما بيتعملش في جنوب افريقيا، ده احنا سجلنا بدل الجول 2، لكن قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه، الاتنين طلعوا تسلل. وفي الماتش اللي كولر استعاد فيه يعني الهويه التكتيكيه لنفسه اول قبل ما يستعيدها للاهلي، ونزل بتشكيل يخدم اللي احنا عايزينه من اللقاء. الاهلي لعب 3-5-2، يعني في ناس اتفاجئت من التشكيل، لكن ده اللي احنا عايزينه، مباراه بعنوان هدي سرعه الموتوسيكل، وده اللي حصل. موتوسيكل سان داونز ما شفناهوش، سان داونز كان غلبان تكتيكيا، الخطوره بتاعته كانت عن طريق التصويب من خارج المنطقه، اي حاجه غير كده ما قدرش سان داونز يعملها. الاهلي لعب على التحولات، مش عايز اقول لك لعيب تالق، كل الفرقه كانت ابطال بصراحه. مباراه كان يستحق فيها الاهلي يكسب مستريح جدا، ولكن خلي بالكم نتيجه 0-0 ثعبانيه، ولان سان داونز بيلعب بره الملعب اخطر، لكن مع جمهور كامل العدد اللاعب رقم واحد هو ده الرهان دايما عليه. في النهايه احنا انتقدنا كولر كتير، لكن النهارده الكولر والفرقه استعادوا يعني الهمه في الملعب وخارج الملعب، وان شاء الله ربنا ما يضيعش تعبهم في ماتش الذهاب، وفي العوده ان شاء الله في القاهره تبقى احتفاليه كبيره جدا، ولما لا نعوض الخمسه ان شاء الله. سلام.